5 حاجات لو ما كنتش بتعملهم ومحافظ عليهم فتاكد ان عمرك بيضيع في الفرن. اولا كده انا عاوزك تعرف ان احمد شوقي مش عامل الفيديو ده علشان خاطر اللايكات والفولو، على قد ما انا والله العظيم عاوز افيدك وبحاول على قد ما اقدر اقدم لك حاجه تنفعك وتنفعك، فركز وكمل الفيديو للاخر وشير لاكتر حد بتحبه ويلا بينا. اول حاجه ولازم تكون متاكد انك بتعملها كل يوم ساعه ما تصحى من النوم على طول، وهي تجديد التوبه. انت ما تعرفش ميعاد موتك ايه، ممكن يكون النهارده، فلازم تجدد توبتك كل يوم اول ما تصحى علشان تكون في السليم. ثاني حاجه وهي قراءه القران. بص بقى، انت لازم يكون لك كل يوم ورد على الاقل صفحه يا اخي. ليه بقى يا ابني؟ القران ده هو البركه في الوقت والعمر. القران ده صاحبك اللي هيجي معاك كده وينور لك القبر بتاعك، وهو كمان اللي هيشفع لك يوم القيامه، فلازم تتاكد ان القران في يومك اساسي. خلص. ثالث حاجه بقى يا صاحبي وهي الدعاء. الدعاء ده السلاح بتاعنا، ده الرشاش اللي ما بيفضاش. ادعي ربنا من قلبك وخليك واثق في الله، والله العظيم هتتبسط. رابع حاجه بقى وهي اسهل حاجه في الدنيا اصلا، عرفتها صح؟ ايوه عرفتها جدع، الذكر. على قد ما العباده دي سهله جدا، على قد ما في ناس كتير جدا ناسيها وما بتعملهاش. كلنا عارفين الحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام في فضل الذكر: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. فلو عاوز تعرف بقى انت تمام ولا لا، شوف ربنا بقى سبحانه وتعالى مفكرك بالعباده دي ولا انت ناسيها. خامس حاجه بقى وده هتفرحنا كلنا: طلب العلم. طلب العلم يا صديقي العزيز عباده عظيمه. النبي عليه الصلاه والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. يعني مذاكرتك وتعبك وكل الكلام اللي احنا عارفينه ده كله في ميزان حسنات، فما تقعدش تصيح بقى يالا. وبس كده يا صديقي العزيز، ما تنساش الفولو واللايك وشير لاكتر حد انت بتحبه علشان يشوف الفيديو ده، وادخل يا عم خد لك لفه كده في الاكونت وشوف الدنيا فيها ايه، ولو عندك اي نصيحه قولها لاخوك، انا صدر رحب وباخد كل النصايح يعني. يلا سلام.